هل هناك عقلاء في الجزائر ما زال يفهموا بأن الخصومات مع إخواننا وأشقائنا في المغرب هي كارثة على البلدين وعلى الشعبين؟ هو الحقيقة أن الملك المغربي كان قد مد يده. لازم نكونوا منصفين أنه في الحقيقة حتى قبل 3 سنوات كان ما زال يقول أنه يمد يده. أكثر الهجوم والمواقف السلبية جاءت من نظام الجزائر. غلق الحدود في 94، قطع العلاقات وغلق الأجواء جاء من نظام الجزائر. التصعيد في الغالب يأتي من نظام الجزائر. قناعتي أن صاحب القرار في المغرب لن يبدأ أبدا بهجوم على الجزائر. من بين النقاط أيضا أن يتم حل الخصومات والخلافات بين النظام الجزائري والنظام المغربي، بين الجزائر والمغرب. وهنا في الحقيقة وللإنصاف يجب قول ذلك، أكثر الهجوم والمواقف السلبية جاءت من نظام الجزائر. غلق الحدود في 94 جاء من نظام الجزائر. قطع العلاقات وغلق الأجواء في 2021 جاء من نظام الجزائر. التصعيد في الغالب يأتي من نظام الجزائر. نعم، بعض إخواننا يقول لك راهم جابت لنا إسرائيل، لكن في الحقيقة لا، راهو الجماعة نتاعنا، جماعة الجزائر، حكامنا، حكام العصابة هؤلاء، راهم هم اللي سبقوا. لكن أحيانا باش تنحي أي ما يسمى بالبريتكست، ما يسمى بالبحث على الشماعة، يا سيدي انت راك تشوفها شماعة. أعلن في الجزائر بأنك تفتح الحدود مع المغرب، وأنك تلغي القرارات نتاع قطع العلاقات، وأنك تعيد بناء العلاقات الدبلوماسية والسياسية إلى آخره، ونتفاوض، نتحاور، نحن أشقاء، نحن إخوان، نحن جيران يا سيدي. أقل شيء الجيران، مش لا المغرب راح يرحل ولا الجزائر راح ترحل. نتفاوض، وكل مشاكل اللي موجودة لها حلول. هل مشاكلنا أكبر من مشاكل فرنسا مع ألمانيا أو بريطانيا مع ألمانيا؟ أبدا. لكن شوف العلاقات الغربية اليوم، شوف العلاقات الألمانية الفرنسية، شوف على الاتحاد الأوروبي، شوف، وتطلع من حين لآخر بيناتهم مشاكل ويحلوها بالعقل. يعني هذا الاتحاد الأوروبي أو أوروبا هذه اللي راهي كما قلنا تحتفل هذه الأيام بالذكرى 80، تحت كل حجر في أوروبا هناك دماء، تحت كل متر مربع هناك دماء تقريبا. عشرات الملايين قتلوا من الأوروبيين في الحرب العالمية الأولى والثانية، ومع ذلك أقاموا الاتحاد الأوروبي. احنا حتى المناوشات اللي صارت بيناتنا أو محدودة، يعني خاصة في القرن العشرين محدودة يعني. إذن هناك حلول. كيف سيكون موقف المغرب؟ كيف سيكون موقف النظام المغربي؟ إذا قبل اليد الممدودة له، والحقيقة أن الملك المغربي كان قد مد يده. لازم نكونوا منصفين حتى مع الذين، أنا أنتقد النظام المغربي انتقاد شديد في قضية التطبيع، لكن لازم نكونوا منصفين أنه في الحقيقة حتى قبل 3 سنوات كان مازال يقول أنه يمد يده. نمد جماعة الحاكمة الجزائر تمد يدها. إذا لقيت يدا أخرى من هناك فهذا جميل، ويبدأ التفاوض على مجموعة كبيرة من الملفات. ماذا يحقق للمنطقة؟ يحقق لها أشياء كثيرة جدا سأطيل الحديث فيها لو كان نبدأ نتحدث عليها، لكن راني أنوي أن كاش نهار نجيكم على لايف، يعني إن شاء الله بلايف وبالأدلة وربما بكثير من التفاصيل على الموضوع هذا بالذات. ماذا سيتحقق للجزائر والمغرب عندما تعاد العلاقات بيننا، بين الإخوان، بين الأشقاء، بين الجيران، والمصالح الكبرى لتحققها البلدين والشعبين والدولتين وحتى النظامين بالمناسبة. بالنسبة للجزائر، وأقول هذا على السريع الآن، عندما تضع النظام المغربي في هذا الموقف، الدولة المغربية في هذا الموقف، إذا رد عليك إيجابيا فأنت ستحقق منافع، وإذا رد عليك سلبيا خلاص يتبين للجميع في الجزائر وفي المغرب خاصة من أن النظام المغربي هو اللي يرفض الآن اليد الممدودة. إذا مد يده
فهذا خير للبلدين وللشعبين وللدولتين وللنظامين. إذا كان جاء الرد إيجابي، هذا سيخفف الضغط على الإمكانات العسكرية والاقتصادية لمواجهة الأعداء الحقيقيين. المخاطر الحقيقية اليوم تأتي من الجنوب، والحقيقة ما هوش من الشعب المالي أو الشعب النيجيري، هذا خوتنا هذول، ولكن الخطر ربما الأكثر حتى من النيجر ومالي يأتي من حفتر. حفتر الآن يسيطر على الحدود الجزائرية في الجنوب. أكثر قدراتنا النفطية والبترولية موجودة في الجنوب، وخاصة في الجنوب الشرقي، ليست بعيدة عن الحدود الليبية. فأنت في الحقيقة توجه إمكانياتك الدفاعية كلها للمخاطر الحقيقية. والمغرب، قناعتي أن صاحب القرار في المغرب لن يبدأ أبدا، قناعتي هذه، بهجوم على الجزائر. لماذا؟ لأسباب متعددة جدا، أهمها أن المغرب اقتصاده مبني على الاستثمارات الخارجية وعلى السياحة. هناك استثمارات خارجية كبيرة جدا وشركات كثيرة جدا أجنبية. لو تبدأ حرب بين الجزائر والمغرب، هذه الشركات ستفر. السواح اللي راهم يصلون إلى المغرب بملايين، ممكن العام الماضي كانوا 12 مليون أو 13 مليون، لن يأتوا. ولذلك بالنسبة للنظام المغربي يعرف أن أي حرب لا قدر الله هي مدمرة للبلدين. ففي الحقيقة رؤيتي هو أن الحاكم في المغرب لن يسعى أبدا لحرب، لأنه يعرف أن ذلك سيكون مدمر ومدمر جدا للاقتصاد المغربي، ليعتمد على الاستثمارات. ضف إلى ذلك المغرب راح إلى كأس العالم بعد أقل من 5 سنوات أو في حدود 5 سنوات. فبطبيعة الحال يريد أن ينجز وليس أن يدخل في تحرشات، وهذا احنا اللي نريده في الجزائر أيضا، أن ننجز. شعبنا يحتاج كل شيء. هل هناك عقلاء في الجزائر ما زال يفهموا بأن الخصومات مع إخواننا وأشقائنا في المغرب هي كارثة على البلدين وعلى الشعبين، وأن الخصومة الحقيقية يجب أن توجه لقوى الاستعمار المباشر